الرسائل بتاعت الاخوه المتجوزين بتبقى مواضيع عايزه واحد ياخد باله من التفاصيل اللي فيها، خصوصا ان طالع موضه دلوقتي ما شاء الله ان الناس بتسيب عيالها لبعض بيقولوا علشان خاطر يعرفوا قيمتهم ايه، وهو كله اشتغالات. من الاخر بيحاولوا يربوا بعضيهم بس واخدين على الكوبري. خلينا كده نوضح ونقول باختصار، راجل وست متجوزين بس الاتنين مش طايقين بعض وبيقولوا احنا مكملين عشان خاطر العيال. حاجه زي دي عمرها ما كانت بطوله، وفي نفس الوقت هي مش خيانه. الحاجات دي اعمق من كده شويه وهقول لكم ليه. لو جيت لعيل صغير كده هو لسه في بطن امه بس ربنا اذن له ان هو يتكلم، قلت له يا حبيبي انت هتطلع بره هتلاقي بابا وماما محافظين على شكل البيت وعلى صورته كده جميله، بس هما الاتنين مش طايقين بعضيهم. شويه مشاكل، سكوت، برود، قسوه، عدم احترام، قله ادب، بس هتلاقي بابا موجود في البيت وماما كمان قاعده جنبه. فنونه الجميل ده كده لو ربنا اذن له ان هو يتكلم وعارف المشاكل المستنيه دي كلها، مش هتسمع مني غير طز في بابا طز في ماما. لما تعرفوا قيمه النعمه اللي في ايديكم دي وبهتونا للدنيا، غير كده ما تقرفوناش معاكم. فلما يجي راجل او ست يفكر النهارده ان هو يعاقب الطرف الثاني بولاده، فالوحيد اللي متعاقب في حاجه زي دي هم العيال نفسهم، لا انت ولا هي. انت هتعرف تتصرف في نفسك، والست امانتها هترجع لاهلها وخلاص على كده. الادم اللي بيكسر روحه ده بيزرع في ولاده ان فكره التضحيه هي انك تموت كل يوم وده عادي، واللي بيمشي وبيتخلى عن اقرب الناس ليه بيعلم ولاده ان الهروب والجبن هو الحل. بالمناسبه البرود، قله الادب، وحاجات كتير مش مظبوطه العيال لما بيتربوا عليها بيكبروا بيفتكروا ان هو ده الطبيعي. عايزين تعلموا عيالكم معنى كلمة البطولة في علاقة سيان انت هتكمل فيها او هتمشي. علموهم من الشجاعة انك تصلح بس لو كان في امل، وبرضه من الشجاعة انك تمشي بكرامة لو كان الطريق مسدود. المهم تكون انسان محترم وبتدي الناس حقوقها. ولاد دايما محتاجين اهل عندهم وعي، يعرفوا يحافظوا على روحهم وفي نفس الوقت يدوهم حب وامان. البيت المحترم بيكون بيت روحه سليمة قايم على المودة والرحمة، مش على اللي تغلب له العبه والمعاني الزبالة اللي بيصدروها دلوقتي الناس لاولادهم. على فكرة الراجل والست لما بيكونوا الناس نظيفة بس شايفين ان هما مش ينفع يكملوا مع بعض، بيقعدوا مع بعضيهم وبيجيبوا عيالهم كمان تقعد معاهم وبيتكلموا. الكلام بيكون داير في حاجتين المفروض مفيش غيرهم، هو احنا وجودنا مع بعض لمصلحة البيت وهيعلم حاجة عدلة، ولا الارتباط ده هيورث شوية جروح وكله قرف. والحاجة التانية ببساطة، هنعدي ازاي من المرحلة دي؟ ما هي مودة ورحمة، مودة ورحمة مش انتقاميات. على فكرة لما ست يبقى جوزها ظالم وفاجر وقليل الادب ويطردها في الشارع هي وعيالها، والله بتاخدهم في حضنها وتقعد بيهم ان شاء الله في الشارع ولا انها تسيبهم ابدا. لو راجل حصل له نفس الموقف ولا فلس، اكرم له والله ويشحت بيهم على الرصيف ولا انه يسيبهم. الناس اللي كانوا باعتين لي وبيتباهوا ان هم بيربوا بعض على حس العيال، يا شويه بغبغانات وعمالين تقلدوا كل الزباله. الولاد دي هتكبر والله لا تهنكم. وانت يا باشا لما تكبر كده بقول لعيالك بعد ما صحتك تروح، انا سبتكم عشان ظروفي وده كان حقي. وانت يا حلوه لما وشك يكرمش وتعجزي وتلاقي ظهرك بيتني بقول لعيالك كده ان انا سبتكم علشان خاطر لقيت ابوكم ما يستاهلش وانا بضيع عمري عليكم. معلش بقى سامحوني، بس في اشكال ما ينفعش ترد عليها الا بالطريقه دي، علشان قبل الجواز تلاقيهم بيوقوقوا على ضافر عيل، وبعد الجواز واخدين للعيال كوبري يقعدوا يشتغلوا على بعض بيهم. لو متابع الحلقه لغايه اخرها وعجبك المحتوى فانا بجد متشكر. انا هيثم المعداوي وان شاء الله هكون واحد من اشهر الناس في مصر. اشوفكم المره الجايه، مع السلامه.